مرحبا بكم مرة أخرى في خطاب جديد بعد النجاح الذي حققه خطابي السابق على اليوتيوب، ولاحظت عدد المشاهدات وعدد اللايكات التي أعجبت المشاهدين وطلبوا خطابات أخرى من خطاباتي. سأبدأ أولا لأنكم طبعا مندهشون من هذا اللوك الجديد، المنظر الجديد لي. المنظر يعني هي موضة دارجة هذه الأيام. البرونزاج. صديقي علي عبد الله صالح ذهب إلى السعودية وعلى شواطئ جدة قام بعمل برونزاج لجسده. أنا أنصح كل رئيس مخلوع فقد الشرعية أن يذهب إلى السعودية يعمل برونزاج، ثم لأنني سوف أرشح نفسي لرئاسة جنوب السودان وسأنافس صديقي وزميلي علي عبد الله صالح في هذه الانتخابات. هم يحتاجون لرئيس أسمر، لا يمكن أن أذهب أنا وأنا رئيس أبيض. طبعا سوف أطرح برنامجي الانتخابي في هذه أو لهذه الدولة، وبإذن الله سوف أجعلهم يندمون على انشقاقهم عن السودان، وسيعودون يطالبون بالانضمام حتى أغرب عنهم. سوف أبدأ بموضوع الخطاب الذي قاله طالب إبراهيم. طبعا هذا الخطاب هذا الخطاب تجاوز الحد المعقول. أنا تحدثت سابقا عن جريندايزر، عن ساسوكي وخططه في المؤامرة، ولكن لم أتحدث عن أن الضباط الجيش لدينا يتعلمون أو يعرفون عدد من اللغات، وهذا طبعا منافي للواقع ومنافي للخيال أيضا. وتحدث أيضا عن بارجة ألمانية ورست على سواحل بانيات وتحدثت مع الإرهابيين بالدردشة الألمانية. هذا كلام، يعني نحن ندرس لدينا اللغة الإنجليزية والفرنسية في مدارسنا، ولكن لم ندرس اللغة الألمانية. أنا أنصح طالب إبراهيم، أو سوف أبعث إليه من يخبره، أبعث إليه ضابط مخابرات، طبعا هم زملاء، لينصحه بالابتعاد قليلا عن الكش. هذا موضوع يعني تجاوز التوقعات. طبعا سنتحدث عن المؤتمر الوطني الذي دعوت إليه، مؤتمر الخوار. تعرفون أنني عينت وزير الزراعة سابقا رئيس الوزراء، لأنني شاهدت من وزير الزراعة يعني بموضوع الثروة الحيوانية لدينا هي أصبحت أكبر، لذلك كان من الأجدى لنا أو الأولى في هذه الأزمة، أو لا يوجد أزمة حسنا حاليا طبعا، أن نقوم بعمل مؤتمر للمتخاورين للخوار. طبعا دعينا إليه الممثلين لنقوم بعمل لتكمل المسرحية. الممثلين الذين كانوا موالين ثم معارضين ثم موالين للمعارضة ثم معارضين للموالاة، هذا موضوع بفوت بالحيط، لذلك لن نتطرق إليه. وطبعا سمعنا أن المؤتمر الختامي أوصى بلجنة. هذا ما صدمني، يعني أنا قد قلت سابقا أنه لا مكان للجان. نحن شكلنا لجنة، أمرت بتشكيل لجنة لمعرفة عدد اللجان الموجودة لدينا المشكلة لدينا، ثم يقوم بتشكيل لجنة يعني هذا أمر غير واقعي، لذلك سنرفض المؤتمر الختامي وسنكتفي بالتمثيلية التي قاموا بها، مشكورين على جهودهم خلال يومين أو 3 أيام. سوف طبعا نصرف لهم مكافآت على ما قاموا به. سوف أتحدث طبعا عن أهم نقطة تصريحات وزيرة الخارجية التي يسمونها كلينتون. أنا كنت أميل لكوندليزا رايس، يعني سمراء، وتعرفون أن بعد البرونداج يعني لا تخبروا مرتي عن هذا الكلام. كنت أميل إلى كوندليزا رايس، أما كلينتون أعتقد أنها شقراء، يعني عنصرية، لديها عنصرية اتجاه لا أعرف من. قالت أنني فقدت الشرعية. هي لا يحق لها أن تقول ذلك، ولا الولايات المتحدة. أنا لا أقبض راتبي منهم، أنا لست موظفا عندهم، أنا أعمل عند إسرائيل. وعندما يقولون أني فقدت الشرعية وهم لن يقولوها، ممكن أن أرحب، ولكن بكلامهم هذا لن أستمع لهم أبدا.
هم قالوا هذا نتيجة لما حدث لشباك السفارة الأمريكية. طبعا القصة وما فيها كما علمت أن مجموعة من الشباب العفويين الذين تجمعوا بشكل عفوي وخرجوا بباصات عفوية ووصلوا من طرطوس إلى دمشق أيضا بشكل عفوي، وقاموا بمظاهرة سلمية فقط. قاموا برمي الأحجار على الزجاج واقتحام السفارة، وأرادوا فقط ضرب أن يضربوا السفير سلميا، ضرب سلمي يعني لا غير مبرح. ولكن تفاجأنا من رد فعلهم العنيف، حيث قاموا بإغلاق أبواب السفارة وضرب الغاز المسيل للدموع المحرم دوليا، وهم يدعون الديمقراطية وهذه الأمور. هذه جاءت ردة فعل على ما فعله محافظ أو ما فعله السفير الأمريكي عندما خرج إلى حما. نحن طبعا لا نعرف أين هي السفارة الأمريكية في دمشق، ولا نعرف كيف خرج السفير، ولا نعرف من هو السفير. كل ما نعرف أنه فجأة سمعنا أن السفير الأمريكي في حما. هو خرج لملاقاة أتباعي، كما يقول الشيخ الشبيحة الشيخ البوطي أن هناك جهاد أمريكي في حما. سمعنا سابقا عن موضوع السلفية الصهيونية، والآن نسمع عن الجهاد الأمريكي. يعني تلاقي مصالح. أنا أنتظر من أوباما أن يربي لحيته ويخرجها للعلن، ولكن يقول أن الموضة ليست كذلك. أعود لموضوع السفير. أنا طبعا أوصيت سابقا منذ عام بمراقبة هذا السفير. لاحظت عليه حركات تشددية، يعني إرهابية تكفيرة. في مرة من المرات كنت أصافحه، قال لي لا أصافح أطفال أو لا أصافح رجال متوضي. هو لم يقل رجال ولم يقل متوضي، ولكن أنا قلتها من عندي، ولكن قال أنه لا يصافح أطفال. وهذا جعلني أشك به، ولذلك قمنا بمراقبته. طبعا هو وصل إلى حما واجتاز جميع الحواجز التي وضعها أهالي حما. وضعوها من دمشق، من السفارة هم يضعون حواجز إلى حما. أما بالنسبة لموضوع قالة محافظ حما، طبعا سمعنا إشاعات كثيرة عن عن سبب الإقالة، وقال البعض أنه بسبب معاملته للمتظاهرين. لا، الحقيقة هو ليس هذا الأمر، ولكن عندما نحن نعين محافظ مسؤول عن أمن وسلامة المواطنين وتخرج مظاهرات كبيرة ولا يجرح بها أي مواطن، إذا نحن أمام تقاعس في العمل. أين كان هذا المحافظ، وكيف لم يتم جرح أي مواطن؟ وبالمقابل نرى في قرى صغيرة يتم جرح العشرات. إذا هناك تقاعس في العمل، وأنا لا أحب، وأنا أدعو للشفافية وإلى محاسبة الفاسدين جميعا. لذلك أقلناه ووضعنا شخص آخر نشيط جدا، هو طبيب مثلي. أنا طبعا طبيب، أنتم لا تعرفون أني طبيب، أنا طبيب طبعا. سأتحدث عن خطأ ما حدث في المرة الماضية عندما قلت أن هناك من المسلحين 64,000 وكثور. تبين لنا بعد الإحصاء الجديد، طبعا الآلة الحاسبة كانت معطلة، لذلك بعد أن حضرنا واحدة أخرى تبين أن العدد هو 20 مليون وكثور من المطلوبين. نحن سنتعامل معهم بحزم بقوة. نحن لم نستخدم القوة بعد، سنستخدمها في وقت آخر. ما زلنا نستعمل الديتول، لن نتطور بعد لمواضيع الكلور القاتل والمبيدات الأخرى. سنعود، سنستمر حاليا كما قالت بوسينة شعبان أننا نستعمل الحد الأدنى من الإبادة للجراثيم الموجودة لدينا. هناك طبعا مرسوم سيصدر قريبا بحذف حرف السين من مناهج التعليم لما يسببه لي من إحراجات لا نريد أن نتحدث عليها الآن. أريد أن أشكر الذين قاموا بصنع أطول علم
بالعالم، أطول عالم اقتداء بي أنا، بما أنني أطول رئيس في العالم وأطول رقبة في العالم، بما يتناسب مع هذا الطول. لذلك أحببت أن أشكرهم على صنيعهم. في نهاية الحديث لا أستطيع أن أطيل أكثر حتى لا أتجاوز المدة المحدودة. أحب أن أبارك لي وزير الخارجية، أو أقول له صحة وهنا على التهامه أوروبا، وهو يحضر نفسه لالتهام الولايات المتحدة. أتمنى منه أن يترك لي قطعة فقط لأتناولها معه، مثلا لاس فيغاس أو واشنطن، أي قطعة لا يهم. أقول له صحة وهنا، وأحذر باقي القارات من موضوع الالتهام. أراكم في خطابات أخرى حسب طلباتكم طبعا.